الفيلم اخوتي تيبدا مع البطل ديالنا اندرو اللي شرا كاميرا جديده يصور بها حياته اليوميه. كما تنشوفو خرج يصور ميمته اللي مريضه بالسرطان، وتيبان باللي غادي يصور لينا الاحداث كامله ديال الفيلم. خرج من بعد يمشي للمدرسه مع ولد خالته مات اللي سولو على البلان ديال الكاميرا، قال ليه بلي تيتدرب على التصوير، وهذا تيعني باللي غادي يبقى يديها معاه فين ما مشى. فعلا بقى تيصور حتى وصلوا للمدرسه، فين مات بقى معطل في الطوموبيل، ما بغاش يدخل معاه باش ما يشوهوش مع الدراري بالكاميرا. البطل ديالنا كما تنشوفوا ما مسوقش للعالم، دخل تيصور حتى طلبات منه هاد البنت يصوت على ستيف الدري صاحب مات اللي مرشح للانتخابات ديال المدرسه. غير سالا القرايه خرج يصور في تيرانات ديال الرياضه، ولكن جات عنده وحده من الفرقه ديال التشجيع وطلبات منه ما يصورش البنات. دار بناقص من الكلاس ورجع للكلوارات ديال المدرسه فين تعرضوا ليه هاد المجموعه ديال المتنمرين، سرقوا ليه الكاميرا وبداو تيضربوه وما رجعوها ليه حتى تبعوا فيه التصرفيق. من هادشي كامل اللي طرا تنفهموا باللي اندرو محقور ومعزول وما عندوش صحاب. الصديق ديالو الوحيد هو ولد خالته مات اللي تيديه ويجيبو للمدرسه حيت بعيده واندرو ما عندوش الفلوس باش يشري الطوموبيل. مات عارف الوضعيه الماديه ديالو الصعيبه، وهذاك الشيء علاش يوصلوا كل نهار بلا ما يجمل عليه. عارفو حتى من عازل وما عندوش صحاب، وهذاك الشيء علاش يحاول يخرجوا معاه للحفلات. عرضوا لواحد الحفله غادي تجرى في المدينه، ولكن طلب منه ما يجيبش معاه الكاميرا باش يهضر مع الناس ويتعرف على اصدقاء جداد. اندرو من طبيعه الحال رفض حيت يتدرب على التصوير وباغي يجيب معاه الكاميرا للحفله باش يصور الاحداث اللي غادي يطراو تما. الدري كما تنشوفوا ولا تيستمتع بالتصوير، ولكن كان عليه يجبد عليه الصداع مع البزناسه ديال الحومه اللي شافوه تيصور وجاو يسرقوا ليه الكاميرا. دخل تيجري للدار وجلس يتفرج في التسجيل وركب من بعد البروجيكتور اللي غادي يخليه يصور بالليل، ولكن دخل عنده في ديك اللحظه بوه للبيت، بوه سكيري اللي بدا يضربو بدون اي سبب. تيبان باللي تيبرد فيه غدايدو حيت معصب من جهه مرته اللي مريضه بالسرطان واللي ما قادرش يداويها حيت عاد خرج من الخدمه. اندرو مسكين تيبقى فيه الحال حيت كما شفنا محقور في الدار وفي المدرسه. الدري عايش حياه ديال القهره، ولكن خرج مع ولد خالته للحفله باش يحاول ينسى. من طبيعه الحال دا معاه حتى الكاميرا ودخل تيصور حتى تلاقى هاد البنت اللي سميتها كيسي. كما تنشوفوا حتى هي جالسه تتصور بحاله وشرحات ليه باللي عندها قناه في يوتيوب. وصل عنده في داك اللحظه مات اللي صدق تعرفها، كانوا قراو مره هذه سنين طويله. خلاهم اندرو مشى تيصور في بلاصه واحده اخرى حتى جات تتنمر عليه هاد خونا، ضربوه فزق ليه الكاميرا، وهنا اندرو ما قدرش يدافع على راسو وخرج يبكي برا. جا عنده من بعد صاحب ولد خالته الدري اللي سميتو ستيف واللي كنا شفنا تصويرته في المدرسه، الدري اللي مرشح للانتخابات. جا عنده باش يمشي معاه يصوروا واحد الحفره غريبه في الغابه، حفره لقاوها هو وماط وتيبان باللي تيصدر منها واحد الصوت غريب. دخلوا ليها باش يشوفوا شنو كاين تما، ومن طبيعه الحال تبعهم البطل ديالنا بالكاميرا. ما حدهم تيغرقوا في الحفره والصوت تيزيد يجهد حتى وصلوا قدام هاد البيلاوره العملاقه، البيلاوره الغريبه اللي اثرت ليهم على الكاميرا. اثرت فيهم حتى هما وبداو كاملين تيرعفوا من نيفهم، بداو تيغوتوا حتى تقطع التصوير قبل ما نعرفوا شنو طرا. اندرو رجع من بعد تيصور بكاميرا جديده حيت تيبان باللي خسرات ليه الكاميرا القديمه في الحفره. على الاقل نجاو هما بعدا من ديك البيلاوره الغريبه اللي عطاتهم قوه خارقه. كما تنشوفوا ولاو تيتحكموا في الاشياء، وهاد القدره الخارقه خلاتهم يتقربوا من بعضياتهم، تولاتي ولاو من اعز الاصدقاء، ولاو تيدوزوا وقتهم كامل تكتشفوا هاد القدره الخارقه اللي اكتسبوا. تيبان بلي القوه ديال اندرو تتجاوز القوه ديال ماتو ستيف، تيقدر يتحكم في الاشياء بشكل تلقائي بحال الا كان فايت تزاد بهاد القدره. الدراري كما تنشوفوا عارفين باللي البيلاوره اللي لقاو في ديك الحفره هي سبب هاد الشيء اللي طرا ليهم. هذاك الشيء علاش مشاو يزوروها ويشوفوها بالنهار، ولكن لقاو الحفره مردومه والبوليس مطوقين المنطقه كامله. فهموا في ديك اللحظه باللي البيلاوره جات من الفضاء والمخزن مخبي السر ديالها على الناس. من بعد في ديك الليله تيبان لينا ستيف تنصح اندرو يحط الكاميرا ويحاول يعيش حياته مع حدو صغير، ولكن شرح ليه باللي الكاميرا هي حياته وباللي باغي يوثق هادشي كامل اللي تيطرا ليهم. الدري سولو من بعد على باه وقال ليه باللي كان تيخدم في البومبيه، ولكن خرج من الخدمه باش يقابل امو اللي مريضه بالسرطان. ستيف ديك اللحظه فهم باللي اندرو مشكل في حياته وقال ليه باللي غادي يكون ديما حاضر الا احتاجو في شي حاجه. تيبان باللي القدره الخارقه اللي اكتسبوا قربتهم بعضياتهم ورجعت حتى لاندرو الثقه في راسو. اندرو اللي زاد طور القدره ولا تيتحكم في الكاميرا، تيتحكم فيها عن بعد. فرح حيت غادي يقدر يصور راسو بكل سهوله، ولكن سمع باه تيغوت على مو وحطها على الارض باش ينعس. مو اللي خرجها شويه ديال الهواء في الصباح وطلبات منه يكون قوي حيت عارفه الظروف ديالهم الصعيبه. غير رجعها للدار اندرو مشى تلاقى مع مات وسولو واحد السؤال غريب، قال ليه واش عمرك فكرتي دير شي حاجه خايبه بهاد القدره، يعني ادي بها شي حد تكره؟ مات من طبيعه الحال قال ليه لا، واندرو في بلاصه طفى الكاميرا. ما عاودش عليها حتى مشاو للمدرسه فين شرح ليهم مات باللي القدره سميتها التحريك الذهني. تولاتي عاودوا تلاقاو من بعد المساله والقرايه، جلسوا تيتغداو في القاعه ديال الرياضه. اندرو في ديك اللحظه علق الكاميرا في السماء وجلس يتسنى
تيتصنت على ولد خالته اللي عاود لهم على التحريك الذهني. قال لهم باللي القدره بحالها بحال العضلات ديال الذات، خاصهم يدربوها باش تزيد تكبر. ستيف فعلا وراهم مستواه في التحكم الذهني، القدره اللي تيستخدمها غير في الماكله. المجموعه ولاو من بعد تيدوزوا وقتهم كامل في التفليه، تيستخدموا قدراتهم باش يضحكوا على الناس ويخلعوا الدراري الصغار. كما تنشوفوا قدراتهم كبروا لواحد الدرجه كبيره، ولاو تيقدروا يحركوا الطوموبيلات والاشياء الثقيله بحال الطوموبيل اللي حركوها بكل سهوله، وبداو تيضحكوا على مولاتها اللي رجعات وما لقاتهاش في بلاصتها. لحد الان ثلاثي ما عمرهم ما استعملوا قوتهم في الشر، حتى لواحد النهار كانوا راجعين بحالهم وتصادفوا مع واحد خونا اللي بدا تيكلاكسوني عليهم ويعايرهم بلا سبه. اندرو في ديك اللحظه عطى لولد خالته الكاميرا ولاح خونا بطوموبيلته لواحد البحيره. الثنائي ما عجبهمش الحال وهبطوا يتجريو يعتقوا خونا اللي بقى حاصل في الطوموبيل. عيطوا للبوليس وجبدوه في الوقت المناسب وداروا تيغوتوا من بعد على اندرو، حيت كانوا اتفقوا ما يستعملوش القدره الخارقه في الاذيه ديال الناس. اندرو كما تنشوفوا ما تسوقش لهاد الهضره ورجع بحالو للدار فين جلس تيلعب بالكاميرا وتيتصنت على الغوات ديال باه اللي دخل عاوتاني سكران. من بعد في داك الصباح منين خرجوا يتلاقاو مع ستيف، اندرو سول ماط واش باقي مقلق عليه. قال ليه بلي تقلق عليه حيت خافوا لا يدير شي حاجه يندم عليها. طلب منه ما يعاودش ديك الفعله، ما يعاودش يأذي الناس بالقدره الخارقه ولو يكونوا هما اللي خاطئين. خاصهم يردوا بالهم كاملين حيت قدراتهم كبروا وممكن في اي وقت يأذيو بها الناس بالخطا. اندرو وافقوا الراي ومشاو من بعد يتلاقاو مع ستيف اللي لقاوه تيطير في السماء. تيبان بلي اكتشف قدره جديده، قدره ديال الطيران اللي جلسوا تيتدربوا عليها لساعات طويله حتى ولاو تيتقنوها بشكل كبير. من داك النهار الثلاثي ولاو تيدوزوا وقتهم كامل في السماء، تيطيروا ويلعبوا بين السحاب. كما تنشوفوا جلسوا تيلعبوا بالكره حتى سمعوا واحد الصوت ديال الطياره اللي كانت على يدخل فيهم. اندرو في ديك اللحظه طيح الكاميرا من يديه ومشى ينقذ ستيف اللي فقد السيطره على القدره. كان غادي يطيح حتى نقذو في اخر لحظه وشد في الاخر حتى كاميرته. الكاميرا ما طفاتش وصورات البلان كامل اللي طرا، صورات ستيف اللي بدا تيعنق اندرو حيت نقذ حياته. تبعوا من بعد مات اللي طاح تما قدامهم وجلسوا تيغوتوا حيت نجاو باعجوبه من الطياره. هذا البلان زاد قرب الثلاثي ديالنا اللي تيبان بلي ما غاديش يفوتوا بعضياتهم واخا يطرا اللي طرا. ما بقاوش يتفارقوا لا في الزنقه لا في المدرسه، ولاو تيراجعوا مره في المكتبه. اقترح عليهم تما اندرو يسافروا مره في العطله الجايه وما عجباتو الفكره. قال لهم باللي الحلم ديالو هو يسافر لتيبات، يزور الجبال ويبعد كليا على الحضاره. شد فيه ماطو بدا تيقلد الاصوات ديال الرهبان اللي تيكونوا تما في الجبال، ولكن قال ليه اندرو باللي تيهضر من نيته وباللي غادي يمشي للجبال ديال تيبات في المستقبل. ماطو وافق في الاخر وسول ستيف على الراي ديالو في هذه القضيه. ستيف اللي ما عجباتوش الفكره حيت باغي يدوز الصيف في البحر في شي بلاصه عامره بالبنات. من بعد من سالا مات مشى بحالو للدار، اما اندرو وستيف مشاو يدوروا في المدينه. كما تنشوفوا جلسوا في الراس ديال هاد العماره، جلسوا تيهضروا على مشاكلهم العائليه حيت ستيف صدق من مشكل حتى هو بحال البطل ديالنا. عرضوا من بعد يشارك في المسابقه ديال المواهب اللي غادي تنظم مستقبلا في المدرسه. اندرو رفض حيت اولا ما تعجبوش يلفت الانظار وثانيا ما عنده حتى موهبه، ولكن شجعوا ستيف يستخدم القدره ديالو، قدره التحريك الذهني اللي اعتبرها موهبه خارقه. فعلا البطل ديالنا وجد راسو المسابقه ورا لمو الكوستيوم اللي تسلف من ماط. السيده فرحات لولدها حيت ما بقاش منعزل، حيت ولا تيدوز وقته مع ولد خالته وصحابه، عكس الاب السكيري اللي تيقلب ليه غير السبه باش يعايروه. وكما تنشوفوا قال ليه باللي عارفو مخبي عليه شي حاجه وباللي غادي يدير التحريات ديالو وغادي يعرفها اليوم قبل ما نغدا. ما تسوقش ليه اندرو ومشى نيشان للمدرسه باش يشارك في المسابقه ديال المواهب. تيبان باللي غادي يتكلف ليه ماط بالكاميرا. جلس تما حدا كيسي البنت اللي كانت تلاقى في الحفله، بداو تيهضروا حتى بان ليهم ستيف طالع على الخشبه، طلع يقدم صاحبو اندرو للجمهور. اندرو اللي غادي يبهرهم بالخدع السحريه. الجمهور في الاول ما كانوش متحمسين حيت عارفين ان اندرو ما عنده حتى موهبه، ولكن كلشي تبدل منين دار الخدعه الاولى، منين بدا يتحكم في الكارطه اللي طاحت ليه في الارض. لعب ليهم من بعد بالكواري اللي خلاهم واقفين في السماء وزاد بهرهم منين بدا يتمشى فوق الحبل. اندرو اخيرا ربح الاحترام ديال الدراري والبنات اللي تجوقوا عليه في الحفله اللي نظموا في النهايه ديال المسابقه. تيبان بلي ماطو ستيف فعلا عاونوه يتشهر في المدرسه، ولكن كلشي تضرب في الزيرو منين تقيا قدام عباد الله. صحابو باللي ستيف بالعاني تيصوروا باش يضحك فيه الدراري، وكما تنشوفوا البطل ديالنا رجع للانعزال ديالو. من الملامح ديال وجهه تنفهموا باللي هو اللي ينتقم من اي واحد حاول يضحك عليه ولا يحقره. بدا ببوه اللي جا غوت عليه حيت شرا كاميرا ب $500 واخا ما عندهمش الفلوس باش يعالجوا المرض ديال امه. السيد في ديك اللحظه طيح ولده في الارض باش يضربوه، ولكن اندرو دافع على راسو بالقدره الخارقه، لاحو الارض وكان عليه يتخلص منه حتى حبس في اخر لحظه وخرج من بعد برا يشم شويه ديال الهواء. مشى تيطير في السما بعيد على الانظار ديال الناس، وكما تنشوفوا خلط عليه صاحبو ستيف، طلع يطمئن عليه ويحضروا من العاصفه حيت الا بقى تما فغادي يقدر يضربوا البرق. فعلا المخاوف ديالو صدقوا صحاح حيت ضربو هو البرق وجا مخبوط في الارض. للاسف ستيف في ديك اللحظه فقد الحياه ديالو، حيت في المشهد الموالي تيبان لينا اندرو تيصور الجنازه، كان تما حتى ماط اللي تيبان معصب عليه حيت شاكله تكون عنده شي علاقه بالموت ديال ستيف.
غير سالاو الدفينه مشات يسولو شنو طرا بيناتهم، ولكن رفض يجاوبو، قال ليه بلي ما فيا ما نهضر. ناض في ديك اللحظه حاول يطفي ليه الكاميرا، كما تنشوفو ما خلاش وكان على عين يضربو بالقدره الخارقه. تيبان بلي اندرو فقد كليا السيطره على راسو، القدره ديالو كبرات وكبر معاها حتى الحقد اللي عنده في قلبه. دري كما شفنا عاش حياته كامله في الحقره، ودابا جا الوقت باش ينتقم من اي واحد قلل احترامه عليه، ولو حتى ولد خالته اللي عزيز عليه وتيبغيه. ولكن بالرغم من هذا الشيء كامل اندرو تاثر بالموت ديال ستيف اللي كان حاول ينقذو وما قدرش. البطل ديالنا مشى من بعد الحفره ديال بيلاورا، وفي هذه اللحظه بالضبط قرر يتبدل ويولي شخص واحد اخر. ما بقى تيتزر حتى شي حد بحال هاد الدري اللي تنمر عليه في المدرسه، وبالمقابل حيد ليه سنانو كاملين دقه واحده. مشى من بعد تيوريهم الكاميرا، وهذا تيبين باللي فعلا تبدل وما بقاش في قلبه الريحه ديال الرحمه. كما تنشوفوا بدا تيشرح الكاميرا نظريات المفترس العلوي، واللي هو الحيوان اللي تيكون في الراس ديال السلسله الغذائيه. الدري ولا تيعتبر راسو قوي على الناس واحد اخرين، والقضاء عليهم هو شيء طبيعي. تيبان بلي اندرو ولا باغي يطبق قانون الغابه، فين القوي تياكل الضعيف. من بعد في ديك الليله اندرو كان تيتفرج في التسجيل ديال الكاميرا، حتى جا عنده ماط وسولو على البلان ديال المدرسه. عرفوا هو اللي حيد لخونا سنانو بالقدره الخارقه، ولكن اندرو رفض يجاوبو حيت ما كانش مسالي الهضره، كان خاصو يمشي يشري لمو الدواء من الصيدليه. ماط من طبيعه الحال ما خلاش يخرج حتى يجاوبو، بغى يضربو لوجهو ولكن ما قدرش. البطل ديالنا فعلا ولا قوي عليه، وهذا تعني باللي ما غاديش يقدر يوقفو. خرج بحالو من الشرجم، اما البطل ديالنا فعاون مو تقلب على جنبها وخرج يجيب ليها الدواء من الصيدليه. اكتشف تما باللي الدواء غالي بزاف، والدري من طبيعه الحال ما قدرش يشريه. هذاك الشيء علاش قرر يلبس البدله القديمه ديال باه يغطي بها وجهه ويخرج يكريسي البزناسه ديال الحومه. للاسف عقلوه من صوته واضطر يتخلص منهم، قضى عليهم كاملين وخوى ليهم جيوبهم. مشى من بعد تيحسب الفلوس في واحد القنت، ولكن اكتشف باللي باقي ما جمع الثمن ديال الدواء، وهذاك الشيء علاش مشى يكريسي الحانوت. كما تنشوف سرق الحصيصه كامله بسرعه كبيره، ومنين جا يهرب تبعو مول المحل بالسلاح. للاسف قاسوا الستيرنات ديال ليسونس وفجروا العجب كامل بالغلط، وتيبان باللي تقاس حتى البطل ديالنا اللي داوه البوليس للسبيطار. حطوا قدامه هاد الكاميرا على ود التحقيق، خلاوها شاعله منين دخل عنده باه للغرفه. السيد جا عند ولده باش يعلمو بالموت ديال امه اللي ماتت بوحدها في الدار حيت كان خرج تيقلب عليه في الزنقه. قال ليه بلي ماتت بسبب المشاكل اللي تيدير ليهم. اندرو سمع هاد الهضره كامله وزاد تعصب على باه اللي فجر عليه الغرفه. ما في هاد الوقيته كان تيحتفل بعيد ميلاد ديال خوه، حتى بدا تيرعف من نيفو. علماتو كيسي اللي تتصور بالكاميرا، ولكن الدم ما بغاش يحبس وبدا تيسمع نفس الصوت اللي كان سمع في الحفره. الدري فهم باللي اندرو محتاج المساعده ديالو، وفعلا شافوا في الاخبار الانفجار اللي طرا في السبيطار. عرف باللي اندرو هو اللي تسبب فيه ومشى عنده للسبيطار باش يحاول يحبسوه. كما تنشوفوا مشات معاه حتى كيسي اللي بقات تتصور بالكاميرا. صورات البوليس اللي محاصرين المنطقه، قدروا في الاخر يوصلوا للسبيطار وبان لهم اندرو في السما هاز باه من رجليه وتيهددهم يلوحوا من تما. لاحوا في الاخر قدام البوليس والكاميرات ديال التلفازه، ولكن شقمو مات في اخر لحظه. هبطوا للارض وطلب من كيسي تبعوا للطوموبيل. كيسي اللي ما تيقاتش ان ماتو اندرو تيقدروا يطيروا في السما، وعدها باللي غادي يشرح ليها كل شيء من بعد ما يهدأ اندرو اللي نوض الروينه في المدينه. لاح عليهم هاد الهليكوبتر وهز بهم الطوموبيل، طلعهم للراس ديال هاد البنايه باش يتخلص من مات ينتقم منه حيت نقد بوه من الطيحه. كيسي في ديك اللحظه بقات حاصله بوحدها في الطوموبيل حتى رجع عندها مات اللي فلت من مات ونقدها في اخر لحظه. حطها فوق السطح ديال هاد البنايه ومشى يحاول يهدي ولد خالته اللي فقد السيطره على راسو. جلسوا تيتفرجوا فيهم الناس وتيصوروهم بالتليفونات، ولكن حيدهم ليهم من يديهم وخلاهم معلقين في السماء. مات في ديك اللحظه طلب منه يتهدى يحبس هاد الروينه وبالمقابل يعاونو يهرب من تما، ولكن بدا تيغوت عليه حيت نقد بوه من الموت. بوه اللي لاحو من السما باش يتخلص منه بصفه نهائيه. قال ليه من بعد باللي كلهم ضعاف وباللي هو اقوى واحد في هاد الدنيا وحتى واحد ما يقدر يوقفه. قال ليه باللي هو المفترس الاعلى، وضربه من بعد بالطوبيس باش يمشي يكمل الروينه. ولكن مات ما استسلمش ورجع عنده مره ثانيه، رجع عنده بسرعه كبيره وطاحوا بجوج في وسط هاد البنايه. خرجوا من بعد تيدابزوا في الزنقه قدام الانظار ديال الناس اللي تيصوروهم بالتليفونات. اندرو كما تنشوفوا بدا تيلوح الطوموبيلات في السماء حتى ضربوا مات مع البوطو ديال الضو وجابو مخبوط في الارض. هبط يطمئن عليه باش يهربوا من تما حيت سامحوا بالرغم من هادشي كامل اللي دار. عارف باللي البيلاورا اللي كانوا لقاو في الحفره هي اللي اثرت ليه في دماغه وخلاته يتصرف بهذه الطريقه. طلب من البوليس ما يتيريوش على اندرو اللي دفعهم كاملين بضربه واحده. هربوا من بعد لجهه واحده اخرى ديال المدينه وطاحوا بجوج في وسط هاد الساحه. حاصروهم تما الطوموبيلات ديال البوليس والصوات اللي بداو تينيشوا على البطل ديالنا، ولكن كما تنشوفوا قدر يوقف القرطاس ديالهم في الهواء. حاول يتخلص من بعد من الناس كاملين ديال المدينه حتى حبسوا مات في اخر لحظه. اضطر يضربوا القلب بهذا الرمح قبل ما يأذي الناس الابرياء. فعلا تخلص منه قدام الانظار ديال عباد الله اللي تما وهرب للسما قبل ما يشدوه البوليس.
دازوا اشهر طويله من بعد هاد الاحداث اللي شفناه. ناط تشافى من الاصابات ومشى تيطير في السماء، سافر لجبال تيبات ودا معاه حتى الكاميرا ديال اندرو اللي ضربها الطريق كامله على ودو. جا هنا باش يحقق ليه الحلم ديالو، بدا تيهضر معاه من الكاميرا وطلب منه السماحه حيت سمح فيه وما وقفش معاه في الاوقات الصعيبه. لا اوقات صعيبه اللي كان تيعيش مع مو المريضه وباه السكيري اللي كان تيحقر عليه ويضربه. وعدو باللي غادي يستخدم هاد القدره في الخير، واهم حاجه غادي يبحث في القضيه ديال بيلاورا، يكتشف السر ديالها اللي مخبيينه الحكومه على الناس. خلى من بعد الكاميرا تما في وسط الجبال كذكرى لصحابو بجوج، ولد خالته اندرو وستيف. العائله، نتمنى يكون عجبكم الفيديو، وإلا عجبكم ما تنساوناش بجيمو كومونتير وتابوناو باش ما يفوتكم حتى فيلم. ونخليكم هنا مع ملخص واحد اخر اولا هنا مع قصه حقيقيه في القناه الثانيه. يلا نتلاقاو تما. السلام عليكم.